وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون المبروشة. رح نحتاج 100 جرام من الزبدة، ربع كاسة من الزيت النباتي زائد معلقة كبيرة. رح نحتاج 3/4 الكاسة من السكر، ممكن تحطوا حد نص كاس من السكر. هلا هون رح أخفقهم بالمشبك. لما يكون عندنا قوام الزبدة صار كريمي رح ننزل البيض. هون رح نحتاج 3 حبات من البيض، وأكيد مع البيض هون رح نحط الفانيلا، حطيت نص معلقة صغيرة. بخفقهم. بالنسبة للطحين هون لازم ننخله، ورح نحتاج بالوصفة 3 كاسات من الطحين. حنحتاج كمان هون البيكنج باودر معلقة كبيرة أنا هون، ورح أحط هون ربع معلقة صغيرة من الملح. بنخلهم. هيك عندي الطحين جاهز. هلا هون رح أنزله فوق الخليط، ورح أنزل الطحين شوي شوي. ما شاء الله العجينة جدا ناعمة. الخطوة اللي بعديها رح أخذ قسم من العجينة، تقريبا ربع العجينة، وراح أحطها بصحن أو ممكن تحطوها في كيس وتدخلوها الفريزر. الكمية اللي راح تضل معي راح أفردها بالصينية. راح أنزل المربى. راح أستخدم المبرشة حتى أبرش العجينة اللي حطيتها أنا بالفريزر. طبعا هلا هون راح أدخلها الفرن. ما شاء الله ريحتها بالبيت بجد شهية. المبروشة هي من الحلويات القديمة ومن أقدم الحلويات اللي احنا بنعملها في البيت. كل العائلة بتحبها. كنا نعملها بالصواني الكبيرة، وعلى موسم المربى نستخدم المربى اللي احنا نعمله في البيت. بتمنى كثير اني قدرت افيدكم بالفيديو.